حبايب قلبي، النهارده طبق اليوم بسله باللحمه. هنعملها بطريقه مختلفه وجميله. مش هنسلق اللحمه بتاعتنا. يلا بينا يا حبايبي. نزلت بحبه زيت على النار وهننزل بالبصله. الزيت حبايبي سخن، نزلنا بالبصله المفرومه دي الحلوه. معانا اللحمه اهي بتاعتنا اللي هنبدا ننزل بيها على البصله. بسم الله. هنبدأ نقلب فيها بقى كده وننزل بالتوابل بتاعتنا. هيبقى احلى طاجن بسله باللحمه ان شاء الله من غير ما لحمتنا تتسلق. هننزل بقى بحبه فلفل اسمر ونفضل نشوح في اللحمه بتاعتنا لحد ما تبدأ تنزل العصاره كلها وتحس ان الانسجه بتاعتها الوانها اتغيرت. يلا بقى يا حبايبي تعالوا نشتغل الطاجن بتاعنا القمر ده. معانا البسله ومعانا البصل ومعانا البطاطس واللحمه بتاعتنا خدت صدمتها ومعانا الطبق القمر ده. هننزل كده بسم الله. طبعا دي البسله دي انا كنت مفرزاها. نبدا كده ننزل بيها، ننزل بالبصل بتاعنا. هيبقى طاجن ما شاء الله بألف هنا يعني. هنا بقى يا حبايب قلبي بعد ما رصيت كده بالمنظر ده هننزل بالصلصه بتاعتنا بعصير الصلصه. شايفين يا حبايبي؟ هنبدا بقى كده بسم الله ناخد من التوابل ديت فلفل اسمر، الملح. طبعا احنا هنملح عادي لان احنا خلاص يعتبر سوينا اللحمه بتاعتنا نص سوا. حبه توم باودر، حبه بصل باودر، مكعب مرقه بقى زي ما انتم شايفين كده. فرقنا مكعب المرقه ونبدا ننزل بيه. هنبدأ كده بقى نقلب الخضار بتاعنا كويس تقليبه حلوه. هبدأ بقى يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده هننزل بقطع اللحمه بتاعتنا على الخضار القمر بتاعنا الجميل ده. هنا بقى يا حبايب قلبي حطيت حبه ميه في الحله بتاعه اللحمه البهاريز دي وقلت انزل بيها كده على الطاجن بتاعنا واديله تقليبه حلوه تاني كده عشان الخضار بتاعنا يتمعمق يتغلغل فيها. وهغطيها بقى على الفرن وادخل بيها على الفرن يا ريس بسرعة وادينا بقى الشكل النهائي. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. حاجة كده جميلة. بصوا يا حبايب قلبي دي الغطا بتاع العلب ديت بتقلبيها كده عكس عشان طبعا بتخش الفرن. وهنبدأ نغطيها وندخلها الفرن. يا حبايبي اتقفلت بالمنظر دوت وهتخش على درجة حرارة في الفرن على درجة 200. يلا ادينا مدخلين ورقه اللحمه بتاعتنا اهيت في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبها بقى تعيش حياتها. بدات يا حبايبي كده هجهز بتاع الفطار معاكم. جهزت التمر وهبدا كده انزل برضو التمر اللي هو الميه هصبه. ودي صوبيا يا حبايب قلبي. بسم الله. كركريه عناب يعني. ودي حبايبي ورقه اللحمه بالبسله بتاعتنا اهي. طبعا مش هطلع افتحها الا كده هو خلاص المغرب هيأذن. هبدا كده اوريها لحضراتكم قدام الكاميرا. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكلها؟ اللهم بارك. حاجه كده جميله. على السريع كده قبل المغرب ما يأذن هنعمل عصير مانجا كده مركز. هنحط لتر من الميه. معايا هنا حطيت كوبايه الا ربع من عصير الفتراك الخام. هنصبه هنا في العصير في الميه دي وهنفضل نقلبه كويس. هو طبعا مش محتاج سكر، انتوا عايزين تحطوا له سكر حطوله. ده عصير خام اسمه فتراك. انا بجيبه كده وبدوبه وبستخدمه على طول بيبقى طعمه حلو. اكتر حاجه يا حبايبي بنحبها على الفطار المشروبات. ما بنبصش الاكل اكتر شيء اكتر ما بنبص المشروبات. عشان كده تلاقوا بسم الله ما شاء الله كوباياتنا اكتر من اطباقنا. ادي العصير اهو وادي المنظر بتاعنا اهو. ده المخلل اللي احنا مخللينه زيتون وليمون ودول شويه رز بالكبد. وادي البلح بتاعنا والمشروبات اهيت زي ما انتم شايفين يا حبايبي. ادي كده الشكل النهائي. الرز بتاعنا ورز بالخلطه واللسان العصفور والاذان المغرب بيأذن. سامعينه؟
لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم اني لك صمت وعلى رزقك افطرت. هفطر قدامكم كده بسم الله. مع الف سلامة حبايبي، صوما مقبولا وافطارا شهيا ان شاء الله.